مشاكل الإبصار عندنا عبارة عن 3 مشاكل أساسية: قصر نظر، طول نظر، أستجماتيزم، إما لوحده أو معاه طول نظر وقصر نظر. الأول إحنا بنشوف إزاي؟ إحنا كلنا عارفين إن الضوء بيسقط على الأجسام اللي إحنا بنشوفها وبينعكس الضوء من الجسم اللي إحنا بنشوفه ده على عينينا. الضوء ده بيسقط على شبكية العين فبتتكون صورة مقلوبة للجسم ده على شبكية العين. طيب لو الضوء المنعكس من الجسم اللي إحنا بنشوفه ده اتكون قدام الشبكية أو وراها، ده بيعمل لي مشكلة. لو اتكون قدام الشبكية بنسميه قصر نظر، ولو اتكون ورا الشبكية بنسميه طول نظر. طيب ايه بقى مشكلة قصر النظر بالظبط؟ مشكلة قصر النظر ان الصورة بتتكون قدام الشبكية، او بمعنى اصح لازم اقرب الجسم قوي من عيني عشان الصورة تتكون على الشبكية وتكون واضحة. طيب يا ترى ايه اسباب قصر النظر؟ من اسباب قصر النظر اول حاجه ان العين نفسها تكون كبيره او طويله بحيث ان الصوره تتكون قدامها وما تلحقش توصل على الشبكيه. تاني حاجة إن تكون العين نفسها قوية. بدون الدخول في تفاصيل، قوة العين دي بتخلي أشعة الضوء تنكسر بقوة وبالتالي بتكون الصورة قدام الشبكية. ده ممكن يحصل زي في حالات القرنية المخروطية، السكر، وبعض أنواع المياه البيضاء. طيب إيه الأعراض؟ الأعراض كلنا عارفينها. أول حاجة طبعا إنه مش بيشوف البعيد كويس. تاني حاجة إنه ممكن يحصل له صداع. تالت حاجة إنه الناس اللي عندها قصر نظر شديد جدا ممكن يبدو عليه من بره إنه عنده نوع من الحول أو شيء من الحول، لكنه مش بيبقى كده بالفعل. واخر حاجه طبعا ودي ميزه، انه لو كان سنه كبير، في الغالب السن الكبير بيحتاج نظاره قرايه، فهو غالبا مش هيحتاج نظاره قرايه لان عينه قويه وبتشوف القريب بالفعل. طيب ايه العلاج؟ العلاج ان انا عايزه اخلي الصوره اللي قدام الشبكيه دي تقع على الشبكيه، فبستعين بنضاره قوتها ضعيفه شويه تضعف قوه العين علشان تخلي الصوره تتكون على الشبكيه. ممكن بقى تبقى نضاره وزي ما قلنا بتبقى ضعيفه يعني بالماينس، او كونتاكت لينز يعني عدسات لاصقه، او زرع عدسه جوه العين، او الاشهر ودلوقتي والناس كلها بتحب تعمله هو انه يعمل ليزك. لازم نهتم شوية بطول النظر لأنه صراحة أرخم وعلاجه أصعب ومحتاج اهتمام أكتر من المريض ومن الدكتور. أولا إيه هو طول النظر؟ طول النظر يعني أنا بشوف البعيد كويس لكن القريب مش بشوفه بوضوح. بمفهوم الحلقة اللي فاتت يعني الصورة بتتكون ورا الشبكية، يعني ممكن أكون محتاجة أبعد الصورة عن عيني علشان أشوفها كويس. طيب يا ترى إيه أسباب طول النظر؟ الأسباب عكس برضو قصر النظر. كنا بنقول إن العين بتكون كبيرة في قصر النظر، هنا لو العين قصيرة أو صغيرة، أو لو التحدب بتاع القرنية أو العدسة قليل عن الطبيعي، أو في حالة عدم وجود عدسة أساسا، يعني العين ضعيفة وفقدت قوة العدسة نفسها، سواء ب مثلا عمل عملية مية بيضاء من غير ما يزرع العدسة، أو مثلا كان في حادث أو كده وفقد العدسة بتاع العين. طيب إيه هي الأعراض بتاع طول النظر؟ زي ما قلنا العين بتكون صغيره، ففي الغالب ان طول النظر ده بيجي للاطفال وهم لسه صغيرين، بتكون عينيهم طبعا صغيره، وبيبقى حاجه ممكن تكون فيسيولوجيكال يعني حاجه طبيعيه وممكن تروح مع الوقت. لكن في بعض الاطفال بتكون عنيفه جدا، هي لو كانت بنسبه بسيطه بنقول ان هو لما هيكبر هتروح مع الوقت ان شاء الله، لكن لو كانت قويه لازم نضاره. ليه؟ علشان في نقطه لازم نفهمها اسمها اكوموديشن. دي نقطه مهمه جدا جدا ان المريض يفهمها، خصوصا الام لما بتكون جايبه بطفلها ببقى نفسي افهمها حوار الاكوموديشن ده. في الغالب طفل طول النظر ده بيبقى مش عارف يركز في دراسته، مش عارف يشوف السبوره كويس مثلا، مش عارف يذاكر كويس، طول الوقت عنده صداع. طيب ليه بقى؟ في عضله في العين بتنقبض فبتزود قوه العدسه وتخلي العين تركز الصوره على الشبكيه فتشوف الصوره واضحه. العضله دي بتكون قويه جدا في الاطفال، وكل ما كان طول النظر عند الطفل ده درجته عاليه كل ما الطفل ده بيضغط على عينه اكتر او على العضله دي اكتر علشان يوضح الصوره بالنسبه له اكتر، وبالتالي بيجيله صداع وبيحصل له اجهاد للعين. فدايما بقول للام لازم تقيسي نظر لطفلك بدري حتى لو ما عندوش اي مشاكل او حاسه ان هو شايف 6/6، خصوصا بقى لو كان بيصدع، لان ممكن يكون بيضغط على عينه بالطريقه اللي قلناها دي ومحتاج نضاره. وطبعا كل ما بتتاخري في علاج طول النظر بالذات، اولا نظره بيضعف اكتر، ثانيا بتحصل كارثه فعلا، بيبقى الواحد هيبكي لما بيلاقي طفل امه ما خدتش بالها مثلا من انه نظره ضعيف، ويجي بعد مثلا 10 سنين من ضعف النظر اللي هو عباره عن طول نظر وتيجي تعمله نضاره ما يشوفش. ليه؟ بيحصل كسل للعين يا جماعه. طول النظر ده كارثه لو ما تعالجش بالنضاره بدري، لانه بيحصل كسل للعين، وهنتكلم بالتفصيل عن كسل العين ده عباره عن ايه، بس علاجه صعب، احيانا اصلا ما بتتعالجش. دي كانت ملحوظه مهمه يعني انا
تقريبا عامله الحلقه دي عشانها. طيب نكمل بقى. بالنسبه بقى لاعراض طول النظر في الكبار، نفس الكلام اللي قلناه في الاطفال. برضو ممكن الكبار يضغطوا على عينيهم زي ما قلنا، او العضله دي بتنقبض علشان يشوف الصوره واضحه، لكن العضله دي بتكون اضعف او اقل مرونه في الكبار، بس لا يمنع انه ممكن مع الوقت برضو يحصل له اجهاد للعين ويحصل له صداع لو ما لبسش نظاره. كمان انه عكس برضو قصر النظر، قلنا انه ممكن ما يحتاجش نظاره قرايه. طبيعي طول النظر، مريض طول النظر بيحتاج نظاره قرايه، ممكن اقل من السن، يعني في الطبيعي عند سن 40 سنه بيحتاج نظاره قرايه، لا ده ممكن عند 35 سنه يكون محتاج نظاره قرايه وما يشوفش القريب كويس، خصوصا لو شغله بيحتاج الحاجات القريبه زي مدرس او حد بيشتغل على الكمبيوتر طول الوقت وهكذا. طيب طبعا لو حد درجه طول النظر عنده عاليه جدا ممكن كمان البعيد ما يشوفوش كويس. طيب ايه الحل؟ زي ما قلنا دلوقتي انه الحل لازم نضاره يا جماعه، لازم نضاره خصوصا لو درجه عاليه. ممكن برضو لو حد مش حابب النضاره زي ما قلنا كونتاكت لينس او الليزك. لذلك برضو معلومه كنت نسيت اقولها مع قصر النظر، انه عيان القصر النظر بيحب نضاره طول النظر، غالبا بيحب يلبس كونتاكت لينس اكتر لان هي بتخلي الصوره مش كبيره قوي زي النضاره. لكن برضو ارجع اقول يا جماعه النضاره في طول النظر مش رفاهيه. يا رب تكون الحلقه فادتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه، الاشتراك ده بيفيدني جدا ويساعدني ان انا اكمل. شكرا ليكم، سلام عليكم.